السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يا هلا والله ومرحبا، حي الله الجميع. اليوم عندنا قصة قصيرة فيها حكمة وفيها طرفة وضحك. هذا طبعا في زمان قديم، أيام ما كان ذاك الأيام توه بادي البناء في الرياض، كان حي المربع أو الديرة توها تبنى ذاك الأيام بيوت طين، ما كان فيه ذاك الأيام إلا بناء البيوت الطين والأشياء اللي زي كذا. فيقول اثنين طلعوا من أم القصيم ومن أم الديار ذيك، من من هذيك الديار، جم على الرياض، قالوا حنا نبي نروح للرياض. واحد مهندس، في ذاك الزمان يسمونه استاذ، مو بس انه هو مهندس فعلا. واحد لا حرفي اللي هو صاحب حرفة، فقال خلونا نروح للرياض ونشتغل في الرياض. ذاك اليوم يسمعون بالثورة العمرانية الطينية، قال الحين لسه البيوت الشعبية والبيوت الطين اللي هذا. فيقول جينا واشتغلنا عند واحد يقولوا من الكبارية في الرياض، يقول عنده بيت كبير وعنده مزرعة ويبني له بيت في طرف المزرعة. يقول المهم إن نشتغل في هالبيت هذا. يقول نشتغل إلى ما يقول عاد تعودنا عليهم، تعودنا على النعمة اللي يقدمونها لنا، تعودنا على الأشياء اللي يجيبونها لنا. فيقول حنا نشتغل يا منه غابت الشمس، رحنا عند واحد من ربعنا ننام عنده، ينام عنده بالديوانية أو بالملحق، المجلس أو الملحق والهذا اللي في طرف البيت. يقول ننام عنده، واللي أصبحنا أخذنا لنا فنجال دلة، صلينا وجينا على شغلنا، وهذه حالتنا. يقول راحت الأيام، يقول يوم من الأيام ويجينا واحد من ربعنا من جماعتنا من الديرة، يقول ذابح الجوع والفقر ويقول مبين عليه انه مرة ذابح الجوع. قالوا كيف حالك وش اخبارك وشلون الربع وشلون فلان وفلان وفلان، يقعدون يسألون عن ربعهم. قال والله الحمد لله كلهم طيبين، ما عليهم خير ونعمة الحمد لله، لكن عينتوا الشغل، انا سمعت ان الرياض فيه شغل وفيه. قالوا ابشر الشغل موجود، احنا نشتغل عند واحد من الشيوخ هنا، وابشر بالشغل، تعال معنا بس تعال. يقولوا حنا ناخذه معنا. يقول يوم اخذناه معنا، يقولوا نبدا حنا بدايه. يقول دخلنا على البيت اللي نبنيه ونشتغل شوي لذاك الحرمه اللي جاي، يقول من الخدم اللي يشتغلون عنده، يقول حرمه كبيره وجايبت لها هاك المقدع التمر اللي وش كبره من الرطب والتمر الزين. يقولون جايت تشيل هالمقدع التمر وش كبره والدله الصفراء وفناجيل القهوه. يقول رفيقنا هذا، يقول حنا تعودنا من كثر ما جينا هنا وجلسنا وهذا، تعودنا على النعمه اللي احنا فيها، وما يعني ما صار يفرق معانا. لكن رفيقنا هذا يوم شاف هذا شهق، ما يدري وش ده، شاف التمر وشاف القهوة وريحته الهيل طقت في راسه، والعويدي والزعفران، وما في شيء في القهوة اللي موجود فيها. يقول والله ينزل ويقعد يصب الربع على فنجال ويقرب مقدع التمر عنده ويقعد ياكل بداية الثنتين. يقول قالوا يا ولد على هونك على هونك، ترى هذا حاجة بسيطة، يعني الخير جاي لا يقول هو جوعان جوع ما بعده. قال بيجي غير هذا؟ قالوا ايه الخير واجد، اصبر لا تستعجل. فيقول والله وانت قهوة اللي انا بالخير ونقعد نشتغل. يقول بعد ساعة ونص ساعتين الا، ويقول له نفس الحرمة جاي وجايبت لنا هكا الصحن اللي مليان من القرصان، مليون من شو اسمه الفطور اللي بانواعه ما في شيء اللي موجود في ذاك الوقت، ما اللي موجود عندهم. يقول يتنزل يوم شاف الرفيق والله يوم انخبل. يقول هو يقعد يخم، قالوا اصبر على هونك اكل فاقتك بس لا تزود، ترى باقي خير. قال باقي غير هذا؟ قالوا ايه باقي خير. المهم والله وش اسمه، افطروا واللي عليهم بالخير، راحوا يشتغلون. يوم بعد اذان العصر بشوي، يوم صلوا العصر، يا والله انا جايبت ذكاء الصحن اللي مليان من انعام الله
وعليه طال عمرك قطعة هاليد اللي يقولون دسمها كذا، شحمها كذا، نعمة من الله. يقول حطيناها، يقول ما عمره شغل. قال هذا لنا. قالوا لنا والله يطبون فيها يقدرون ياكلون. عاد في نجد السنين ترى يسمون الإجرة أو هذا يسمونها عرقة أو عرقة على حسب لهجات أهل نجد. يقول يوم إن خلصنا وعد هذا غدا عشان كلها الأخيرة هذه عد ختامها. يقول يوم إن خلصنا وحنا نروح وين بيروحون ينامون عند رفيجهم اللي تعذبون عنده طول هالفترة ذي، لأنهم ينامون عنده ويجون يشتغلون الصباح. يقول هم رايحين في الطريق، قال أنت يا فلان وفلان تعرزونهم ولا يعرزونكم؟ طبعا تعرزونهم ولا يعرزونكم، يعني أنتم تعطونهم راتب ولا هم يعطونكم راتب؟ يعني هم يعطونكم الأجر ولا أنتم تعطونهم الأجر؟ قال لا يا ابن الحلال، هم اللي يعطونا العرقة، هم اللي يجرون يعطونا الأجر. فالأمور طيبة وكل الله وتبي تعين خير بس. يقول المهم وهم يمرحون هاك الليل عند رفيجهم اللي يتعذبون عنده هذا. يقول يوم ما ادري ايش علينا من الليل، والله جايني حجة في وجهي. هذا اللي يقولها الحرفي، اللي يقول انه جايني حجة في وجهي، يقول بس جالس اكل في وجهي، احك في وجهي. يقول ويوم اني نظرت الرفيجي الاستاذ الى والله انه مثلي يجرش في وجهه، بداه الثنتين شغال. يقول المهم، يقول وانا اتنبه لحالي قلت لا يمكن حاجة نفرة في الوجه ولا هذا. يقول فقعدت يقول امسك بثوبي واسوي بزي كذا. يقول ما بي يطلع في ايش اسمه، ما بي في يطلع في وجهي. واليوم يقول اصبحنا ومعزبنا جاب قهوته. يقولوا احنا عاد ناخذ لنا فنجيل قبل لا نروح. يقول عند معزب ناخذ فنجان وبعدين نصلي ثم نتوكل على الله ايش شغلنا. يقول يوم انه جاء قال فلان، قال انت ورا وجهك. يقول وجهه طالع، يقول براطمه طالعه انسانها براطم بعير هايج طالع تحت. يقول وجهه رايح فيها، ما في شيء ما هو. اقول اعوذ بالله ما ننظر في وجهه. قال والله يا ابن الحلال ما ادري، جاني بلن في الليل قعدت احك وجهي طول الليل كله. قال بسيطة هذه نفرة تطلع في هذا وتسويتين أو تسويه وتطيب منها. قال صدق. قال إيه النفرة هي يقولون إنها مرض ينفر في الوجه أو يجي فهذا يحكي الوجه وبعدين يتسونه بالنار، يتسونه تسويتين ويطيب. يقول المهم، يقول قال بس ما عليك أنا بتسويه. يقول يحط هذاك الصيخ في النار اللي عنده. يقول هو يحطه طال عمرك لان راح اشقر. يقول قال نمسك ولا قال لا تمسكوني بس. يقول يدنز ويضربه من هنا بسويتين. يقول يعطيه سويتين المكان عندنا يقول كله دخنه من جلده. يقول قال ها شان انت طيب روح بس روح. يقول والله ونروح نشتغل. يقول وحنا راجي والله ما كل شوية تزيد علينا ذا الحكة. يقول أنا تراني أتحاشاها، ما أني أجرش وجهي مثل رفيجي علشان ما تطلع النفرة. فيقول جالس يعني بيدي أحط كمي وأمسح بس أبرد علي. يقول المهم هو نجي ونمرح عند رفيجنا. يقول نجي نمرح عند رفيجنا. يقول يوم أصبحنا لعل راعي البيت ما كان موجود، غايب، لكن أخوه موجود. وهو يجي أخوه يا فلان أنت وش فيك؟ يقول الرفيزي هذا، يقول للأستاذ هذا رفيزي له. قال والله ما أدري جاني أمر الله وتسواني أمس أخوك. قال ورني سويته. يقولون هذا. قال لا تسويك غلط، قال تسويه عندي. يقول هذا الأخو قال تسويه عندي نمسك ولا؟ قال لا تمسكني أنا أتحمل ما عليك. ويطقه بذيك تسويه طال عمرك. قال بس إن شاء الله أنا وحدة بوحدة. يقول دخنت التسوي راحت من عندنا راحت المهم يقول ونروح. يقول يوم إنه وصلنا اشتغلنا والله ما فيه. يقول ما زادت علينا. يقول راحت كل شوية تزود، كل يوم تزود.
يقول المهم جينا خلصنا شغلنا وجينا راجعين، يقول رفيجنا ترى ما جاء شيء، رفيجنا هذا اللي معنا ما جاء شيء. يقول حنا نمرح يوم رحنا، يقول رفيجي له ليلتين ما نام زين، يقول لعله هاك الليل من التعب ومن هذا غفى. يقول انا ما قدرت انام، ما قدرت انام، يقول جالس شغال في وجهي. يقول يوم انه غفى وهو يحلم، لاني اسمع يقول يا فلان فكني منك، انت وش تبي يوم انك قطعت وجهي؟ انت وش تبي فيني؟ يا ابن الحلال فكني منك، فكني منك. يقول والله يقول اصحى يا نايم. يقول من اول يقول يحطون طاسة فيها فناجيل ويخلونها دائما وسط المجلس، يقولون اطلع الفناجيل ولا والله شماغه معلقه، يقولون اخذ شماغه وانا احطها وسط المويه، يقولون انا امرسها وسط المويه، انا ما طلع وسخ حق السنين الماضيه كلها في المويه. يقول يقول وانا اروح برا وانا يقول العاد اللي ما يتحمل يقول ولا اشرب منها شوي واغسل وجهي. يقول والله كل ما رشيت على وجهي اني احس ببروده في جسمي، يقول احس ان الالم يطيب. يقول لما اخذت وانا اروح وانا اقوم الاستاذ، يقول قال اذن الفجر، قال لي تعال ابى لك علاج عندي، لك علاج عندي. قال تسويه؟ قال لا يا ابن الحلال لك علاج عندي، تعال. يقول ياخذه ويطلع به. يوم طلع به قال اشرب. قال وش؟ قال اشرب عليك، اعلمك بعدين اعلمك. يقول هو يشرب شوي وانا ارش على وجهه وخليه يغسل وجهه ويغسل راسه ويغسل مدري شلون ويغسل. المهم يقولنا خلصنا الماء كله انا وياه. يقول والله العظيم انها وحده بوحده ما عاد صار فينا ولا شيء. يقول صرنا والله العظيم اننا طبيعيين جدا. فسبحان الله وحده بوحده طابوا. عاد هو هذاك يقول تعارزونهم ولا يعارزونكم، حسبي الله على ابليس. على كل انتهت قصتنا الى هنا، انتهت قصتنا. طبعا الفوائد كثيره من القصه بصراحه، لكن من الفائده الاهم ان الواحد لا شاف شيء واعجبه فيذكر الله سبحانه وتعالى. العين يقول لك لا في يد عدو يهدها ولا في يد صديق يردها. طبعا هو رفيق لهم وهذا، لكنه نظلهم اعطاهم عين او عانهم، فهنا وقعت العين عليهم، لكن ربي انه شافاهم منها والحمد لله. والله يرحم منهم الميت ويبقى الحي على طاعته وعلى رضاه. أتمنى القصة نالت استحسانكم ورضاكم وجاكم. لا تبخلون علينا بالدعم، وكذلك لا تبخلون علينا بتعليقاتكم حول القصة. ترى والله أني أستفيد منها كثير، تعليقاتكم حول القصة تفيدني إفادة كاملة، وراح ننشر التعليقات اللي منها فائدة للناس تستفيد منها، راح ننشرها بإذن الله. أي شخص عنده قصة يعني يبغانا نرويها في السناب، فأتمنى أن يرسلها لي على الخاص، والله يسعدكم في أمان الله.